السلام عليكم حبايبي الغاليين أبطال تالتة إعدادي. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. حبايبي يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلام ودايما يا رب في أحسن حال. تعال نشوف مراجعتنا على فرع الجيومتري لمنهجنا الترم الثاني. أسئلة تشويز ممكن تكون أفكارنا إزاي. سؤالي بيقول لي in the opposite figure in circle M AB parallel to CD. تعال نبص على الرسمة كده، يعني ادي عندي ال AB parallel مع ال CD. طيب وبيقول لي ان ميجر انجل بي ام دي ايكوالز 80 ديجري اهو تمام، الانجل بيساوي 80 ديجري. then measure of arc AC، يعني عايز تجيب الارك ده. طبعا علشان انت تبقى متمكن باذن الله من حل اسئله تشويز بطريقه كويسه وسهله في الجيومتري، لازم تكون انت حافظ الرولز واتمرنت عليها في المنهج بتاعنا. طيب كان عندنا رول بتقول لنا ان لو انت في عندك كورد بارلل مع الكورد، يبقى التو اركس اللي بينهم الاثنين هيكونوا ايكوال ان ميجر. عايزك بقلمك كده تقوم انت افتكرت عملت علامه الايكواليتي علشان دماغي تظبط وتحسب صح معاك. طيب وانا عندي السنترال انجل بتساوي الارك، دي برضو قاعده انا حافظها كويس قوي. من هنا يبقى ميجر ارك اي سي ايكوالز 80 ديجري بالظبط زي الارك بي دي. اما حب قلبي عندي هنا سؤالي بيقول لي in the opposite figure measure arc AC equals 50 degree. تعال نشوف كده الارك AC 50 degree تمام، وعندي ال AB parallel برضو مع ال CD وال AB parallel مع ال CD تمام. then the value of Y، يا ترى ال Y هنا هتكون بكام؟ طيب تاخد بالك من حاجة، ان طالما الكورد بارلل مع الكورد يبقى الارك بيساوي الارك. جميل، يعني عندك هنا الارك ده يكون بكام؟ ب 50 ديجري. طيب وعندي الواي هنا موجوده جوه الانسكرايبد انجل، وانا عارف قاعده كمان معانا ان الانسكرايبد انجل بتبقى ايكوالز نص الارك. عشان كده هناخد ال 3 واي ماينس ال 5 بتساوي نص الارك اللي قدامها، يبقى 25 ديجري. وخد نفسك كده عشان نكمل نجيب الواي بتاعتنا. هنودي هناك بالبوزيتيف، يعني انت عندك 3y equals 25 بلس ال 5 يبقى انت عندك 30. 3 تقوم تنزل في الديفايدد، يعني الواي بتاعنا 30 ديفايدد 3 في الاخر يبقى انت بتن ايه ابطال 10 ديجري. طب هنا السؤال بيقول لي in the opposite figure measure of arc AC equals 30 degree. تعالى نشوف ادي ال AC بتاعنا، يبقى هنا عندي ده ب 30 ديجري. بكتب حاجاتي هنا عشان ايه دماغي تحسب الحاجات كلها معايا. ان الاي بي بارلل كمان مع السي دي، ولما الاي بي بارلل مع السي دي يبقى الارك بيساوي الارك. يبقى انت برضو هنا يلا هم كده معايا اكتب ايه 30 ديجري. عايز هنا مني ميجر انجل بي اي دي، اروح اشوف الانجل بي اي دي الاقيها الانجل دي، وديت عندي نوعها انسكرايبد انجل اللي هي بالظبط بتكون نص الايه الارك. عشان كده الاجابه عندي ايه 15 ديجري. طيب هنا بيقول لي ان ذا اوبزيت فيجر ميجر اوف ارك بي دي 100. ادي عندي تمام البي دي، وميجر اوف ارك اي سي ب 60 ديجري تمام. طيب هنا بيقول لي زين ميجر اوف انجل دي اي بي. تعال نشوف كده الانجل بتاعنا، ادي الدي اي بي يعني الانجل ده. طبعا الانجل بتاعتنا اما تكون انسكرايبد انجل وتبقى عندك الفيرتكس على السيركل في الوقت ده بتساوي نص الارك، اما تكون سنترال انجل وتبقى الفيرتكس عند السنتر وبتكون بتساوي الارك، اما تكون عندك الانجل اوف تنجنسي اللي هي تانجنت وكورد وبتكون الانجل نص الارك، او انها تكون ويل نون انجل. لان انت عندك 4 انواع للانجل بتاعتنا. الويل نون انجل بتاعنا ممكن تكون اللي الانجل موجوده في التقاطع ما بين 2 كورد بنسميها ويل نون انجل. ممكن تكون الانجل تقاطع جوه السيركل زي مسألتي هنا. بجيبها ازاي؟ بعمل الارك بلس الارك ديفايدد 2. ممكن تكون الانجل بره السيركل برضه ديت ويل نون. بجيبها ازاي؟ بعمل الارك ماينس الارك بعد كده ديفايدد ايه 2.
فانت هنا علشان كده عايز تجيب الانجل تمام هنا ال AEC او تجيب الانجل الفيرتيكال اوبوزيت DEB، هي دي معاك بالظبط. يبقى measure of angle DEB بتساوي الارك 100 وبلس الارك 60، وبعد كده تعمل divided 2. يبقى عندك 160 divided 2، اجابتي في الاخر equals 80 degree. هنا يقول لي in the opposite figure، وراسم لي عندي في الرسمه A B C D cyclic quad. يا ريت تكتب كده معايا cyclic quad على الرسمه بتاعتك عشان ايه افكر بتفكير السايكليك كواد. ليه سايكليك كواد؟ لان عندك الاربعه فيرتكس موجودين على الدايره. وبعد كده هنا بيقول لي ان عندك ميجر ان عندك ان السي اكس بايسكتنج الانجل دي سي اي. يعني ايه بايسكتس؟ يعني بيقسم الانجل نصين قد بعض بالظبط. وادي عندي صح، ادي السي اكس وعمل بايسكتنج للانجل دي سي اي. يعني انت بتيجي هنا معك ال 62، يبقى انا برضو عندي هنا 62، يبقى عندي النص ده زي النص ده. وبعدين واضحه كمان علامات البايسكت مديك علامتين زي بعض بالظبط. طيب هو عايز هنا مني ميجر انجل ايه؟ الانجل ده. وانا عارف اني في السايكليك كواد في عندنا بروبرتي مهم جدا، قاعده يعني ان الاكستيريور انجل ايكوالز الاوبوزيت انتيريور انجل. تاني كده exterior angle equals الopposite interior angle. اعرفها ازاي؟ ادي عندك الانجل اللي بره، هتقف عند الفيرتكس بتاعك هنا، هتبص جوه هناك، يبقى انت دي زيك بالظبط. عشان كده measure of angle A هتساوي الاكستيريور اللي بره كلها اللي هي ال 62 بلس معاك ال 62، يعني في الاخر يبقى انت 124 degree. طب هنا in the opposite figure AB and AC are two tangents to the circle AM. يعني أنا هنا شايف عندي اهوت فعلا 2 تانجنت. طبعا دي مسألتنا اللي هي الطربوش حلق حوش، ابدأ بيه ما تسيبوش. اللي أنا بقوله ده خلي بالك معايا كده. أول ما تلاقي عندك بوينت بره السيركل أو سايد ذا سيركل ويطلع منها 2 تانجنتس للسيركل، اللي أنت تبقى عارفه هنا الثيرم المهم بتاعتنا ان التانجنت سيجمنت AC والتانجنت سيجمنت AB هي عامله زي الطربوش، هيكونوا ايكوال ان لينث. يبقى هيبقى عندك التانجنت سيجمنتس بتاعتنا اللي جايه زي الطربوش على السيركل دايما ايكوال ان ايه اللينث. عشان كده عايزك على طول تقوم انت عامل علامه الايكوال بتاعتك. هي دي مساله الطربوش، ما تسيبوش، ابدا بيه بتاع حلق حوش. يعني كده عندي هنا 4 سنتيمتر، وكمان الانجل هنا يبقى زي الانجل هنا. طيب ليه؟ انا قلت لك عشان كده عندك كانه بقى ايزوسيلس ايه؟ تريانجل ثابته. طيب هو هنا عايز مني لينس البي سي بكام؟ اشغل دماغي معاه كده شويه، ولا عندي هنا في راديوس موجود وفي عندي تانجنت موجود، تقوم عامل مربع ال90 الكبير زي ما عودتك قبل كده. فكره مهمه جدا جدا، لان عندنا قاعده ما بين راديوس والتانجنت انجل 90 ديجري. طيب معايا هنا 30 بره اهيت، يبقى انا جوه كده عندي كام؟ 60 ديجري، ودي يبقى زيه 60 عشان هما ايكوال من هناك. اقدر اجيب الانجل A، وهنا ميجر اوف انجل A بعمل 180 ماينس ال 60 بلس معاك ال 60، في الاخر يطلع معاك ب 60 برضو ايه ديجري. طب انت لقيت الثلاثه انجلز معانا اي حد ب 60 ديجري، يبقى الترانجل ABC اتحول للايكويلاترال ترانجل. معنى كده يبقى البي سي هو كمان عندك ب 4 سنتيمتر. طيب هنا هيقول معانا in the opposite figure if M is the center of the circle measure of angle BMD 110. طيب انا يعني شايف الاول ان الاي بي سي دي سايكليك ايه كواد، بكتب هنا مع مسألتي سايكليك كواد عشان دماغي تظبط افكار السايكليك ايه كواد. وعايز افكرك تاني، بعرف انه سايكليك كواد منين؟
اني بلاقي الاربعه فيرتكس عندنا موجودين على السيركل. هنا بيقول لي بقى ان ميجر انجل بي ام دي 110. طيب خدت بالي لو طالب مستعجل على طول يقول لك يبقى الانجل سي وديت الاثنين مع بعض ب 180. اقول له ليه؟ يقول لي يا مستر عشان انا شاطر وعارف ان الاوبوزيت انجلز في السايكل كواد بيكونوا سبلمنتري، يعني معانا مجموعهم بكام؟ ب 180 ديجري. يعني عندك هنا هيبقى الاوبوزيت انجلز ايه 180. يقول لك عندك غلطه بس بسيط قوي، وهي عندك ايه الغلطه ديت؟ ان الاول دي ودي مش في السايكل الكواد. السايكل الكواد ركز A B C D، يبقى اللي انت قلته ده هيتظبط مع ال A مع ال C ب 180. ال A مع ال C ب 180. عشان كده هو عايز يجيب الانجل C. تعال نجيب الانجل A الاول. طيب في عندنا ابطال قاعده كده بسيطه شويه، وهي ان الانسكرايبد انجل والسنترال انجل لو مشتركين في نفس الارك يبقى الانسكرايبد انجل نص السنترال ايه انجل. عشان كده الانجل ايه هجيبها الاول نص 110 تبقى 55 ديجري. معلش براحتك احفظ القوانين ورجع كده معايا تمام. يبقى احنا هنا استغلينا القاعده اللي بتقول معانا لو في عندك انسكرايبد انجل والسنترال انجل مشتركين في نفس الارك يبقى انسكرايبد انجل نص السنترال انجل. فعملت 110 ديفايدد 2. اروح بقى بعد كده للسايكل الكواد استخدم القاعده الثانيه ان الانجل سي والانجل اي مجموعهم معاك 180 ديجري. عشان كده ميجر اوف انجل سي 180 ماينس ال 55 يبقى انا في الاخر ايه يطلع معايا اجابتي ب 125 ديجري. طيب هنا سؤالي بيقول لي the length of the arc which represents 1/4 the circumference of the circle. تعالى كده نحسب الحسبة دي كده. يعني عندك لينس الارك بتاعنا يساوي 1/4 multiplied، وعارف ان السيركمفيرنس بتاعنا للسيركل كان 2 باي اي باي ار. هنا عندي لما احسب ال 2 تايمز 1/4 في الاخر تطلع معانا هنا الهاف، وادي معانا الباي اي الباي ار. يا اما ان انت بتختصر ال 2 دي مع ال 4 يفضل لك هنا تحت 2، يبقى انا في الاخر 1/2 a باي ار. طب هنا بيقول لي ان ذا سايكل كواد each two opposite angles are، طبعا هم ايه supplementary. اي سايكل كواد معاك الاوبوزيت انجلز بيكونوا ب 180 الصم بتاعهم. اوعى تقول ايكوال خلي بالك. طب هنا the inscribed angle subtended by a minor arc in the circle هتكون ايه يا ترى؟ تمام الاكيوت انجل. تعالى افكرك تاني. عندنا السيركل بنقسم معانا 3 اركس معاك هنا. في معانا لو diameter، وطبعا هنا الديامتر بتاعنا يبقى عندي سيمي سيركل 180 ديجري، وبرده سيمي سيركل 180 ديجري ثابته ثابته. لو جينا طلعنا بانسكرايبد انجل جوه السيمي سيركل، طبعا ديت نص ال 180، وال 180 عندك ثابته يبقى ديت عندك 90 ثابته. عشان كده الانسكرايبد انجل ان سيمي سيركل رايت انجل او 90 ديجري ثابته عندنا. طيب لو احنا جينا قللنا الارك ده شويه كده، نزلنا هنا تحت كده، الارك ده بقول عليه اسمه مينور ارك. وطبعا طالما الارك اقل عن 180 يبقى دي هتقل كمان عن ال 90. علشان كده في الوقت ده الانسكرايبد انجل اللي هي subtended يعني opposite by a minor arc دايما بتبقى عندك ايه acute عشان قلت عن ال 90. لو الارك دوت احنا زودناه لفوق شويه، يعني طلعنا فوق كده المره دي، بقى الارك ده عندي بقول عليه اسمه الميجور ارك. الميجور ارك يعني اعلى من 180. في الوقت ده برضو الانجل الانسكرايبد اللي قدامه هتبقى كمان اعلى من الايه من 90. عشان كده هتكون معاك اوبتيوس ايه انجل. يبقى ابطال يقول لك انسكرايبد انجل ان سيمي سيركل قولوا انها رايت انجل، انسكرايبد انجل سبتندد باي المينور قولوا انها اكيوت انجل، انسكرايبد انجل سبتندد باي الميجر قولوا انها عندك ايه اوبتيوس ايه انجل.
زي نسكرايب الانجل درون ان سيمي سيركل رايت انجل. تمام. طيب هنا بيقول لي if M and N are two intersecting circles over radii 5 و 2. طبعا اما اجي احدد بوزيشن الاثنين سيركل مع بعض او انا عارفه ايا كان دي او دي، لازم الاول اجيب sum of the two radii R1 plus R2 يطلع معانا 5 plus 2 equal 7 سنتيمتر، واجيب عندي difference ال 2 radii 5 minus 2 equals 3 سنتيمتر. وهنا تعال نفتكر كده تاني البيت بتاعنا اللي هو عندي فيه كام دور؟ كانوا 5. أول حد معانا كان ال1 inside other 1 inside other، وأعلى واحد كان الديستنت، والوسطاني عندي كان الانترسكتنج، ولو نعلى شوية لفوق كده عندي تاتش اكسترنالي، اقل شويه تاتش انترنالي. وخلي بالك هنا ان انت معاك سم التو رادياي ب 7، يعني عندك هنا بكتب عند تاتش اكسترنالي ان الام ان هيساوي ال 7 سنتيمتر، لان تاتش الاكسترنالي الام ان بيساوي السم التو رادياي. من هو عندك الام ان اللي هو عندنا اللاين اوف سنترز بتاعنا، المسافه ما بين السنتر والسنتر. اما الديفرنس بال 3 يبقى عندي تاتش انترنالي بكتب الام ان بيساوي عندنا ايه؟ 3 سنتيمتر. والحاجات دي عندنا ثابته دايما. تاتش اكسترنالي بيساوي الام ان سم التو رادياي، وتاتش انترنالي الام ان بيساوي ديفرنس التو رادياي. هو بقى هنا عايز منك الانترسكشن بوزيشن اللي هو ده، وهنا الام ان من بعد ال 3 وقبل ال 7، يعني الام ان بيلونجز معاك من اوبن 3 لاوبن ال 7، ودايما اوبن عشان انت بعد ال 3 وقبل ال 7. لكن لو كان ديستانت يبقى من بعد 7 لحد انفينيتي، هقول له اوبن 7 اوبن انفينيتي. لكن لو 1 انسايد اذر من 0 بس من بعد ال 0 لحد عندك ال 3. لو عندك ال1 انسايد اذر بتاعتنا، والزيرو بتاعنا كان هو عندك الكونسنتريك بوزيشن. طيب ان ذا سايكليك كواد A B C D، يعني يا ريت ان احنا نرسم كده عندنا السايكليك كواد كده رسمه عشوائيه. تمام. وقال معانا ان ميجر انجل A equals the double ميجر انجل LC، يعني ال A قد ال C مرتين. هنا بفترض ان انجل C كانها عندي كانت X، يبقى انجل ايه هتكون 2x، لان الاي قد السي مرتين، فبتبدا بالصغيره كانها x، يبقى الكبيره قدها مرتين تبقى 2x. طب لو 3 يبقى 3x. هو عايز هنا مني اقدر اجيب ميجر انجل سي، اقول له طب اجيب لك الاكس الاول. اللي انا عارفه في السايكليك كواد القاعده بتاعتنا ان الصم بتاع الاوبوزيت ب 180، يبقى انا هحط الاكس 2x بلس الاكس بتساوي 180 دي كده من عندي، عشان انا عارف قوانين سايكليك كواد. وهنا هجمع عادي 2x بلس x يعني 3x بتساوي 180، هنزل بالديفايدد يطلع معاك الاكس بكام؟ ب 60 ديجري. انت بقى عايز الانجل سي هتاخد اكس يبقى 60 ديجري، ولو عايز الانجل ايه هتاخد 60 تايمز 2 يبقى 120 ديجري. لا انا عايز خلاص الانجل سي بتاعتنا. اما هنا بيقول لي the figure ABC is a cyclic quad، يعني في عندنا هنا figure ABC cyclic quad. قال لي لو الام ميجر انجل A بلس ميجر انجل C بلس 180 بيساوي ايه؟ فين الفيجر؟ انا اتخيل معاك. هقوم انا جاي كده راسم فيجر بطريقه عشوائيه ال ABCD عشان ده يبقى عندي سايكليك كواد. طبعا انت عارف ان السايكليك كواد ان الاوبوزيت انجلز 180. بقول لي بقى ده ينفع يبقى سايكليك لو الكلام ده بيساوي كام؟ تعال نحسب انا وانت الحسبه ديت معايا. هنا الانجل A بلس الانجل C وهما الاثنين اوبوزيت يعني ب 180. طب دي كام ودي بكام؟ ما تشغلنيش بيها خالص. يبقى عندي هنا 180 ماينس 100، في الاخر اجابتي بكام؟ ب 80 ديجري. اما هنا if the straight line
L is a tangent to the circle. يعني انت عندك هنا ادي السيركل بتاعتنا وفي معانا تانجنت موجود، وكنا عارفين ان دايما مع التانجنت الديستانس بتاعته والراديوس الاتنين ايكوال بعض. مع التانجنت الديستانس والراديوس ايكوال تمام. هنا بيقول لي which its diameter length is كام؟ 6 سنتيمتر. لما الديامتر ب 6 يبقى الراديوس معاك بكام؟ ب 3 سنتيمتر. then the distance between L and the center of the circle هتبقى ايه يا ترى؟ 3 سنتيمتر. اما لو اللاين كان سيكنت يعني يخش جوه الدايره كده بتبقى الديستانس اقل من الراديوس. اما لو كان اوتسايد يبقى الديستانس بتبقى اكبر من الراديوس. طيب the two tangents drawn to a circle at the end points of a diameter. تعال نتخيل كده هو بيحكي عندنا في ايه بالظبط كده، ان في عندك diameter وده اسمه end point وده عندك end point. لو رسمنا تانجنت هنا هيكون بربنديكولار وتانجنت برضو بربنديكولار، في الاخر الاتنين مع بعض ار باراليل. فدايما ال two tangents at end points of a diameter are ايه؟ باراليل عندنا على طول. لكن ما تقولش equal لان ده بيبقى straight line يعني ملوش لينس ايه عندنا. طيب تعال نشوف السؤال دوت ليه توأم تاني لحسن تتلخبط او حاجه لو جالك في الامتحان. The two tangents segments فرق ما بين tangent segment وهناك tangent. هناك tangent يعني الستريت لاين كله بالكامل، لكن tangent segment حته منه كده drawn to a circle from outside point. يعني انا كده عندي بوينت بره الدايره، ادي ال outside point اللي هو بيقول عليها، وهنطلع كده بتانجنت سيجمنت وكمان تانجنت ايه سيجمنت، فالموضوع مختلف تمام. وده الطربوش حلق حوش اللي هو طبعا ده هيكون equals ده. يبقى the two tangent segments drawn to a circle from outside point هيكونوا دايما are equal. The number of the circles which passing through three non-collinear points. طبعا عندنا ال non-collinear يعني مش على straight line واحد، ودولت عندي ليهم 1 circle. اما لو كانوا كولينيار يبقى 0 لهم على خط واحد ما لهمش عندنا ولا سيركل. طيب هنا بيقول لي the number of common tangents for the two intersecting circles. تعال الاول كده نراجع على اعداد الكومن تانجنتس بتاعتنا. كومن تانجنت يعني التانجنت هنا عامل تاتش لدايرتين مع بعض. طيب عندي البوزيشنز لتو سيركلز ممكن يكونوا ان هم ديستانت يعني في بينهم فاصل كده، ممكن عندك يكونوا intersecting زي عندك كده بالظبط، ممكن يكونوا عندنا touching externally زي كده touch externally، ممكن يكونوا عندك touching internally زي كده. طيب الكومن تانجنتس بتاعتنا لو كانوا ديستانت هيبقى دي عندي فيه تانجنت وادي كمان تانجنت كده 2، وادي التالت وادي الرابع، يبقى في عندك هنا 4 كومن تانجنتس. اما لو intersecting هنا كومن تانجنت هنا كومن تانجنت يبقى عندي هما 2 بس، وعايزك تفتكر اللي جوه ده اسمه كومن كورد مش كومن تانجنت. اما لو تاتش internally يبقى عندي هنا 1 كومن تانجنت، ولو تاتش externally يبقى في عندك هنا ادي كومن تانجنت ادي كومن تانجنت ادي كومن تانجنت، يعني 3 كومن تانجنت. يبقى انا عندي في الانترسكتنج اجابتي هتكون 2 كومن تانجنتس. طيب the number of axes of symmetry of the circle عندي بتكون infinite، لان السيركل بتاعتنا ليها كذا اكس اوف سيمتري ما بيخلصوش عندنا. طب لو كان عندي السؤال على سيمي سيركل نص الدايره بتاعتنا هتبقى عندي just one axis of symmetry. طيب the number of axes of symmetry of the equilateral triangle. عندنا الايكولاترال تراينجل بتاعنا ليه كام اكس اوف سيمتري؟ 3، عشان في عندي اكس بيقسم كده اكس بيقسم كده اكس بيقسم كده يبقوا 3.
ده كان ايه اجابتنا. طب لو كان عندي كان ايزوسيلس تريانجل، اللي هو عندي يا دوب بيبقى فيه just one axis of symmetry، اكس واحد بس عندنا. اما عندك لو كان اسكالين تريانجل، ده ما عشان ده غير ده غير ده ما ينفعلوش ولا اكس اوف ايه اوف سيمتري خالص عندنا. طيب هنا بيقول لي it is possible to draw a circle passing through the vertices of مين في دول. فعندنا اشكال اقدر ان انا ارسم لها سيركل بتعدي على الاربعه فيرتكس او كل الفيرتكس اللي بره، وفي اشكال ما تنفعش خالص عندنا. تعال نفتكرهم تاني. possible to draw a circle، في عندنا الريكتانجل ينفع له سيركل، وفي عندك تاني السكوير ينفع له سيركل، وفي عندك تالت الايزوسيلس ترابيزيوم ينفع له سيركل، وفي عندك نمبر 4 التريانجل ينفع له سيركل. هتقولي ليه الريكتانجل؟ هقول لك علشان في 90 و90 مجموعهم 180، اي ده اسمه سايكليك كواد فينفع له سيركل. والسكوير برضو نفس السبب. وعندي الايزوسيلس ترابيزيوم اللي هو ترابيزيوم مش عادي، يعني ده بيكون ايكوال ده، دول مع بعض ب 180 عشان هو اسمه ايزوسيلس ايه ترابيزيوم. والتريانجل كده كده ليه سيركم سيركل عارفينها كلنا. اما الامبوسيبل اللي ما ينفعلوش اساسا رسم سيركل بتعدي على الفيرتس بتاعته، في عندي 3 اشكال. الرومبس ما ينفعش، وفي عندك الباراليلوجرام ما ينفعش، وفي عندك رقم 3 الترابيزيوم اللي هو العادي، يعني ده ترابيزيوم اهوت، ده مش ايكوال ده او يترسم كده، ده ترابيزيوم عادي جدا ما ينفعلوش سيركل. يبقى عندي هنا possible to draw the circle passing through مين vertex of the rectangle. The measure of the reflex angle of the angle was measure 100 degree. تعالى كده رجع لي بسرعة كده على حاجة خدناها قبل كده في أولى إعدادي، الريفلكس أنجل والكومبلمنت والسبلمنت. لو في عندي مثلا هنا أنجل كانت نقول عندنا 100 degree، ماشي، خلينا في الأول في الإيه في 100 degree بتاعتنا اللي هي دي. 100 degree بتاعتنا عشان أجيب لها الريفلكس أنجل اللي هي الناحية التانية دي، يعني بنكملها دايرة. الريفلكس أنجل بتكمل اللي معاك تبقى سيركل 360 ديجري. عشان كده عايز تجيب الريفلكس انجل، بتقوم انت عامل 360 ماينس اللي معاك عشان تكمل السيركل بتاعتنا كلها، يطلع معاك اجابتك 260 ديجري. يبقى انت اي ريفلكس انجل عايز تجيبها اعمل 360 ماينس الانجل اللي معاك على طول. طيب في عندنا بقى الكومبلمنتري، وعندك كمان السبلمنتري. الكومبلمنتري انجلز بتاعتنا يعني في عندي اكيوت انجل وعايزين نكملها لحد ما تبقى 90 ديجري، فبنعمل 90 ماينس اللي معاك. اما السبلمنتري في عندك انجل اكيوت اوبتس مش فارقه وعايزين نكملها لما تبقى 180 ديجري. عشان كده الكومبلمنت انجل اللي انت عايز تجيبها بتعمل 90 ماينس. يقول لك السؤال the complement of 50 degree is ايه يا ترى؟ الاجابه عشان اجيبها بعمل ال 90 ماينس ال 50 يبقى اجابتي 48 degree. اما السبلمنت of ال 50 degree is ايه يا ترى؟ الاجابه 180 ماينس ال 50 يبقى بيساوي معاك 138 degree. فنقول في الاخر ان اي تو انجلز مجموعهم 90 هم كومبلمنتري. طب اي تو انجلز مجموعهم 180 هم سبلمنتري. اما الريفلكس بتكمل لل 360 فبتعمل ماينس على طول. طيب the median of the triangle divides the surface of the triangle into two triangles نقط. خلي بالك من حاجة ان عندنا بالنسبة للتريانجل في معانا حاجة اسمها الميديان. الميديان مالوش علاقة بان هو كان ايزوسيلس او ايكولاترال او سكالين.
الميديان دايما بيبدأ من اي فيرتكس وقوم رايح على طول على الميد بوينت. هل هتبقى 90 او مش 90 دي مش مشكلتك خالص ولا الكلام ده. في عندك كمان حاجة اسمها الالتيتيود، اي خلي بالك الالتيتيود يعني الهايت. الهايت دايما ينزل برايت انجل على طول. يبقى عندي دايما نبقى عارفين كده ان الميديان divides the surface of the triangle لتو triangles هنا، الاتنين هيكونوا equal in area. ليه بقى؟ لان الترانجل ده والترانجل ده ركز معايا، لو جينا هنا اعتبرنا ديت هي عندي البيز بتاعت الترانجل ودي برضو البيز للترانجل، والهايت هيبقى حاجة واحدة علشان هما الاتنين مشتركين في الفيرتكس واحدة. طالما البيز قد البيز والهايت واحد يبقى كده الاريا قد الاريا. يبقى دايما الميديان بيقسم التريانجل لتو تريانجلز ايكوال ان اريا بس. اوعى تقول انهم كونجرانت. ليه؟ لان اللينس ده ممكن ما يكونش قد ده فما ينفعش كونجرانس عندنا. اما عندك الهايت دايما بينزل برايت انجل والسلام. هنا بيقول لي the point of concurrence of the medians in a triangle. خلي بالك من حاجة ان عندك التريانجل ليه 3 ميديانز موجودين. ادي ميديان هيروح للميد بوينت اللي هنا، وادي برضو عندي ميديان هيروح للميد بوينت عندك اللي هنا، وفي ميديان تالت. تمام. مكان ما بيتقابلوا هنا عندي البوينت ام اسمها الكونكرنس بوينت، وما بيتقابلوا عندها بالظبط، ودي مكانها ثابت ولها ريشيو عندك ثابته. لو انا عايز اطلع لها من ناحيه البيز كده اطلع لفوق يبقى دي نص دي، يبقى ريشيو عندك 1 to 2. يبقى نطلع للبوينت فروم ذا بيز واحنا طالعين نقول 1 to 2. لو عايز انزل من الفيرتكس اللي هي تحت كده يبقى 2 to 1. عشان كده هنا بنقول ان البوينت اوف كونكرنس تمام divides each median اي median into the ratio from the base. عايز طلعنا لفوق يبقى 1 to 2. ولو from the vertex يبقى 2 to 1. خلي بالك. اما هنا the measure of the exterior angle of an equilateral triangle. عندنا دايما اي ترانجل equilateral يبقى اي انجل جوه هتكون ب 60 ديجري. طب احنا عايزين نجيب بقى الانجل اللي بره الاكستيريور، وطبعا دول مع بعض 180، وعشان ديت ثابته تبقى دي كمان ثابته. 180 ماينس ال 60 يبقى انا جبت 120 ديجري. يبقى لازم تعرف ان دايما الاكستيريور انجل لاي ايكويلاترال تريانجل ب 120 ثابته على طول. هنا بيقول لي the length of the side opposite to angle 30 degree. يعني لو انت عندك هنا in the right angle triangle والانجل 30 degree، السايد اللي قدامها ده يبقى دايما نص الهايبوتنس. نص الهايبوتنس، عشان كده اجابتي ايه؟ half the hypotenuse. قاعدة عندنا طيب عندنا قاعدة مشابهة ليها، ان لو في عندك رايت انجل تمام ونطلع منها بالميديان، برضو الميديان ده يبقى نص الهايبوتنس. طيب ابطال سؤالي بيقول لي triangle has only one symmetry axis. معنى الترينجل عندك ليه 1 symmetry axis يبقى ده عندي isosceles triangle، يعني في 2 sides هيكونوا equal معاك and its side lengths are 8 و 4 و x. طيب انا عايز الترينجل يكون isosceles، يبقى في 2 lengths equal، وانت جايب لي 8 و 4 يبقى الاكس ديت ممكن تكون اما 4 زي ال4 او تكون 8 زي ال8. ما ينفعش اجابه ثالثه غير دول. طب مين اللي ينفع معاك هنا؟ طيب انت عندك قاعده مهمه قبل كده للترينجل، ان اني ترينجل عموما لازم يكون عندك هنا sum of any two sides، مجموع اي 2 سايد من الثلاثه يكون دايما كده بص must be لازم bigger than الثيرد سايد. لازم يكون لابد ان مجموع اي 2 اكبر من الثالث. وهنا لو انت جيت تجرب معايا مثلا اول ال4 4 و4،
عندك الفور مع الفور ب 8 مش اكتر من ال 8، يبقى الفور ما تنفعش اساسا تخش معانا. طب لو خدناها 8 و 4 12 اعلى من ال 8، يبقى انا اجابتي صح المناسبه ليا ال 8. ودايما خلي بالك ان لو معاك ايزوسيلس ترينجل وفي 2 سايد موجودين، السايد الثالث لازم يتظبط زي الكبير بالظبط عشان يظبط لك القاعده ديت. طيب the image of the point negative 3 and 4 by reflection in y axis. يعني ايه الكلام؟ يعني انت لو جيت عندك البوينت نيجاتيف 3 اند 4 امشي كده كده، ادي نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3، اطلع لحد الفور فوق هنا عندي كده، ادي البوينت هي اللي انت بتتكلم ايه عليها، نيجاتيف 3 اند ال4. عايزين نعملها ريفليكشن تنعكس على الواي اكسس، يعني هتروح الناحيه الثانيه هنا كده، وهي بتنعكس المسافه تبقى زي المسافه بس تروح الناحيه الثانيه، هتتحول الى هنا، هتبقى هنا 3 مربعات، هنا برضو عندك 3 تبقى 3 and 4، وده كان عندك ايه اجابتنا. طب لو ريفليكشن اون اكس اكسس هتقوم نازله لتحت كده، هتبقى عندك نيجاتيف 3 ونيجاتيف 4، ولكن في اجابه اسهل من كده وطريقه اسهل من كده. انا عايزك دايما الريفليكشن مع الاكس امشي انت بالعكس. قال لك ريفليكشن ان واي اكسس اعكس علامه الاكس، يبقى الاجابه 3 and 4. ولو قال لك ريفليكشن اون اكس اكسس تقوم تعكس علامه الواي. يبقى نكتبها قاعده كده عندنا، البوينت اكس اند واي عايزين نعملها ريفليكشن انعكاس ريفليكشن اون اكس اكسس. الاجابه بص كده هنعكس علامه الواي، اسيب الاكس زي ما هي لكن نيجاتيف الواي يعني تعكس علامه الواي. اما البوينت اكس اند واي عايز اعمل لها ريفليكشن اون واي اكسس. الاجابه بتاعتنا هنا هنسيب الواي زي ما هي لكن نعكس علامه الاكس. اما لو انت عايز بقى الايمج بتاعت البوينت باي ريفليكشن اون اوريجين بوينت، على الاوريجين بوينت بتبقى الاتنين بيتعكسوا نيجاتيف اكس ونيجاتيف الايه الواي، بعكس الاتنين دي ودي. هنا بيقول لي the two diagonals are equal and in length and not perpendicular في اي شكل من دول. طبعا ده بيحصل مع الريكتانجل، هو اللي بيكون معاه الدياجونالز بيبقوا الاتنين equal لكن مفيش بينهم رايت انجل. اما مع الرومبس خلي بالك التو دياجونالز بيكونوا بقى بيربنديكولار لكن ما هماش ايكوال. اما مع السكوير بيكونوا ايكوال وبيربنديكولار. فانا عندي هنا اجابتي الدياجونالز هتبقى ايكوال بس مش بيربنديكولار، ده مع الايه مع الريكتانجل. طيب هنا يقول لي ان ذا ترينجل اي بي سي اف اي بي باور 2 بلس البي سي باور 2 اقل من الاي سي باور 2، عايزين ميجر انجل السي. طبعا اما تيجي نعمل مقارنه ما بين الانجلز باستخدام السايدز باور 2 بتاعتنا، نبقى عارفين انا وانت حاجه مهمه، وهي ان السايد اي سي يبقى الاوبزيت لي انجل بي، والسايد اي بي الاوبزيت لي انجل سي، اللي هو يعني الحرف اللي مش موجود معاه ده يخصه هو، والسايد بي سي اوبزيت لي يبقى انجل اي. تعال نقول حاجه، لو السايد اي سي دوت باور 2 قد الاثنين دول، لو الاي سي باور 2 وبلس كان ايكوالز الاي بي باور 2 وبلس معاك البي سي باور 2. ودايما تعمل مقارنه بالسايد الفردي، يعني لوحده ده هو اللي نشوف هيعمل ايه معانا، لكن دول مع بعض لو ده قد الاتنين دول يبقى لازم يكون ده كده في وشه رايت انجل، يعني كده انجل بي هتبقى عندي كده از ا رايت اي انجل، انجل بي هتبقى عندك رايت اي انجل. ليه بي هتبقى رايت انجل؟ عشان الاي سي باور 2 بتاعتها قد الايه الاتنين الباقيين، يبقى ده كده عندك هيبقى رايت انجل. طب لو ده احنا زودناها شويه هيبقى الترانجل وضعه بقى كده اهي، خلي بالك، وهنا يبقى الاي سي سكوير بقى بيجر ذان الاي بي باور 2 بلس البي سي باور 2.
تعال نبص للفردي اللي لوحده لقيناه اكبر منهم، يبقى قدامه اوبتيوس انجل. اوبتيوس انجل كده عندك انجل بي از ايه؟ از اوبتيوس انجل. طيب تعال نشوف كده، لو كان عندك هنا قللناه شويه هيبقى الترانجل بتاعنا وضعه بقى كده، وهنا ال AC سكوير اقل من ال AB باور 2 وبلس معاك ال BC باور 2. طبعا ده لما ده يقل يبقى قدامه اكيوت انجل، يبقى هنا عندي انجل بي هتكون ايه؟ اكيوت انجل. يبقى انا عايزك عشان تجيب الحاجات دي بتبقى صح تركز على الصيد الفردي على طول. فالفردي كان ايكوال الاثنين يبقى قدامه رايت انجل، الفردي اكبر يبقى قدامه اوبتيوس انجل، الفردي اقل قدامه اكيوت ايه؟ انجل. اضافه لذلك تبقى عارف ان الترينجل دايما يبقى فيه رايت انجل واحده، اوبتيوس انجل واحده، لكن ممكن يبقى فيه 2 اكيوت او 3 اكيوت، اتليست 2 اكيوتس معاك. طيب هنا بيقول لي بقى ان الاي سي باور 2 ادي الفردي بيجر ذان الاثنين دول. طبعا لما الاي سي باور 2 اكبر منهم يبقى قدامه انجل بي هتبقى ايه؟ اوبتيوس انجل. فلما يكون عندك الترينجل في انجل بي اوبتيوس انجل، خلي بالك كده معايا، ادي الاي وادي السي، يبقى لازم ولا بد ان الاي والسي يكون اي حد فيهم باكيوت انجل. عشان كده انجل سي هتبقى ايه؟ اكيوت انجل عندنا. انما الراجل الفردي الاي سي كان اكبر من الاثنين الباقيين، يبقى انا قدامه اوبتيوس انجل. تمام. لو سالني عن انجل بي اقول لنا اوبتيوس انجل، لكن بيسالني عن انجل تانية خلي بالك يبقى اي حد فيهم ايه؟ هيكون باكيوت انجل. طب هنا سؤالي the length of the diagonal of a square is 8 cm then its surface area. عارفين ان area of the square عندي لها طريقتين، اما نعمل السايد باور 2 لو عندي السايد لينس بتاعه، او ان احنا بنحسب هاف ملتبلايد الدياجونال باور 2 لو عندي الدياجونال بتاعه. وانا هنا عندي الدياجونال ب 8 يبقى الاريا بتاعتنا 1 over 2 تايمز ال 8 سكوير، في الاخر اجابتك ب 32. اما لو مديني السايد يبقى اعمل السايد باور 2. طيب هنا بيقول معانا the area of a rhombus. تمام. whose diagonals 8 and 6 سنتيمتر. الرومبس عارفين الاريا بتاعته بتساوي half multiplied diagonal 1 multiplied diagonal A2، يعني 1 over 2 times ال 8 times ال 6 معاك، يبقى انا اجابتي ايه؟ ب 24 سنتيمتر سكوير. اما هنا يقول معانا the projection of a line segment on a straight line. خلي بالك البروجيكشن يعني ايه معناه؟ لو انت عندك كده بتقول اني غطا زي ده كده، لو جيت سبته كده المكان اللي وقع فيه تحت اسمه بروجيكشن، بس هو لازم ينزل بربنديكولار. طيب فدايما البروجيكشن بتقوم نازل ايه؟ بربنديكولار. تعالى كده مراجعه سريعه على البروجيكشن بتاعنا. لو في عندك هنا مثلا بوينت A هتنزل على الستريت لاين ده كده عموديه كده، هو ده بقى البروجيكشن الاي داش، ده اللي بيسالني عليه، بتنزل ايه؟ بربنديكولار. يبقى نقدر نقول بقى بروجيكشن اوف A از A داش. اهي بص كده، بروجيكشن اوف A از البوينت A داش، انزل في المكان اللي هاتهولنا. طيب لو انا بتعامل مع لاين سيجمنت زي كده، لاين سيجمنت AB، عشان اجيب لها بروجيكشن بطريقه سهله، باجي من الطرف الاولاني بنزل لمكانه واجي للطرف الثاني برضو نفس الكلام، يبقى عندي هنا البروجيكشن هتبقى اللاين سيجمنت A داش B داش. ركز ان احنا نزلنا بربنديكولارز، يبقى كده عندي بقول ان A داش B داش لاين سيجمنت is the projection of a line segment AB. وتاخد بالك ان البروجيكشن هنا اقل من دي عشان دي مايله فواخده ايه؟ لينس اكتر. طيب اما لو كان عندك اللاين سيجمنت بارلل بالظبط كده، لما اجي انزل هتنزل هنا كده بالاي داش وانزل برضو عندك هنا بالبي داش، يبقى ده عندك الاي داش بي داش is برضو the projection of الاي بي. بس هنا خلي بالك اللينس هيكون ايكوال بعض هما الاتنين عشان بارلل مع بعض، يبقى تبقى عارف ان لينس بروجيكشن اللاين سيجمنت ايكوال لاين سيجمنت الاصلي
لو الاتنين كانوا ايه باراليل مع بعض. اما تعال نشوف لو لاين سيجمنت نازله كده وبربنديكولار اساسا، طيب ناخدها طرف طرف. الطرف بي هينزل هنا كده في المكان ده، والاي هتيجي وراها في نفس المكان. عشان كده في الاخر هتصب الاتنين في بوينت واحده. لو هنا مثلا بقى بوينت سي، نقول بكده ان سي از بروجيكشن اوف اي بي لاين سيجمنت. ايه الشيء الغريب ده؟ ازاي اللاين سيجمنت تصب ببوينت واحده؟ ده لما تكون هي اصلا نازله بيربنديكولار. وده اللي بيقول لي عليه، بيقول لي the projection of a line segment on a straight line is a point. هتصب في بوينت واحده. طبعا ده لو اللاين سيجمنت عندي كانت ايه؟ كانت بيربنديكولار مع الستريت لاين بتاعنا.